السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة. وبعتذر جدا ان الفترة اللي فاتت ما رفعتش اي فيديوهات ولا اي حاجة خالص، وده علشان الفترة اللي فاتت كنت تعبانة وكنت واخدة دور جامد، فما قدرتش ان انا اصور فيديوز. وان شاء الله نبدأ ان احنا نعمل فيديوهات تانية ونتقابل في فيديوهات تانية وافكار جديدة. ويلا بينا بقى عشان نشوف نعمل الكشري المصري ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي بقى علشان نعمل الكشري المصري بالشكل ده كده ويكون بالشكل ده كده، يلا بينا عشان نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة عندي هنا عدس، اللي هو عدس البني، غسلته كويس جدا ونقعته في مية لمدة ساعة. وعندي هنا حمص غسلناه ونقعته لمدة ساعتين، علشان الحمص بياخد وقت زيادة في ان هو يتنقع، علشان ده كله بيفرق في وقت التسوية بتاعي. عندي هنا اساس الكشري المصري، المكرونة الاسباجيتي، والمكرونة اللي هي صغيرة بالشكل ده كده اسمها مرمرية. والنوع التالت ده انا ضفته، حابة تضيفيه ضيفيه، بس اساس الكشري المصري الاسباجيتي والمرمرية. اول حاجة هنبدأ فيها في الكشري المصري، عندي هنا كمية من البصل غسلناه كويس جدا. بعد كده هنبدأ ان احنا نقطع البصل ترانشات رفيعة خالص بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وحابة تقطعيه على الكاونتر او على قطاعة، قطعيه. بس كده انا بتحكم في تقطيعة البصل، بحيث ان يكون الطبقة بتاعته او سمكه رفيع بالشكل ده كده. هفضل بقى ان انا اقطع البصل بتاعي بالشكل ده كده، بتكون سمك البصل بتاعي ترانشات رفيعة خالص بالشكل ده كده، علشان تبقى معايا ناشفة ما تشربش كمية زيت كتير. قطعت بقى كل كمية البصل بالشكل ده كده. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين من الدقيق بالشكل ده كده، ومعلقة من النشا، وهضيف نص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب البصل في الدقيق بالشكل ده كده، علشان كل حباية او قطعة من البصل تتغلف كويس جدا بالدقيق. بعد كده حطيت البصل في مصفى بالشكل ده كده، وبدأت ان انا انخله من كمية الدقيق الزيادة بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ان احنا نحمر البصل بتاعنا في كمية زيت كويسة بالشكل ده كده. وانا حمرت وبدأنا بالبصل، علشان الزيت اللي انا هحمر فيه البصل هو اللي انا هبدأ ان انا اعمل بيه كل مكونات وحاجات الكشري بتاعنا. تمام، هبدأ ان انا احمر البصل بتاعي لحد ما ياخد لون ذهبي بالشكل ده كده، ونصفيه كويس جدا. بعد كده نحطه بقى على ورقة زبدة، على مناديل مطبخ، ان هو ينزل او يكمل تصفيته من الزيت اللي هو اخدها بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا نحمر بقى كل الكمية بالشكل ده كده. بعد كده هناخد بقى كمية الزيت اللي احنا اتفقنا ان احنا هنعمل بيها كل المكونات الكشري المصري. اول حاجة خدت انا معلقتين كبار من زيت البصل، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم مفروم ناعم. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب الثوم بالشكل ده كده لحد ما يتشوح وريحة الثوم تبدأ ان هي تطلع. بعد كده هضيف معلقتين كبار من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وهبتدي ان انا اشوح صلصة الطماطم او معجون الطماطم ده في المادة الدهنية، علشان نخرج منها المادة الحافظة، علشان بتكون ما بتكونش كويسة لما نستعملها على طول مباشرة. لازم ان احنا نشوحها في المادة الدهنية بالشكل ده كده.
نطلع منها كل المواد الحافظة ونرجع تاني الطماطم ان هي فريش. وبعد كده بحب ان انا اضيف لي صلصة الكشري معلقة كبيرة من الخل. وبعد كده قلبتهم مع بعض بالشكل ده كده، وبعد كده نزلت عليهم بلتر ونص من عصير الطماطم بالشكل ده كده. بعد كده هضيف ملح. صلصة الكشري بتحتاج ملح وسكر، معلقة صغيرة من السكر حلوة كده علشان حموضة الطماطم، وبتدي للكشري طعم حلو جدا، والصلصة بتكون طعمها فيها تسكيرة حلوة. وبعد كده ضفت كمون وكزبرة بالشكل ده كده. كشري مصري يعني كمون وكزبرة. وبعد كده هنسيب بقى ايه الطماطم بتاعتي تتسبك. بعد كده حطيت العدس بتاعي يتسلق، وحطيت له شوية ملح، والحمص بتاعي ما نحطلوش ملح علشان بيأخر من عملية التسوية. بعد كده هنجهز بقى ايه عندي هنا عيش اللي هو العيش الشامي العادي. بعد كده هبدأ ان انا اقطعه مكعبات صغيرة بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. بعد كده خلصت كل كمية العيش تقطيع بالشكل ده كده، وبعد كده نحطه في صينية فرن. بعد كده هضيف عليهم معلقتين من الزيت بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ان احنا نخلط الزيت او المادة الدهنية كويس جدا في العيش بتاعي، علشان كل قطعة من العيش بتاعي تكون متغلفة كويس جدا بالمادة الدهنية بالشكل ده كده. بعد كده هندخله تحت الشواية لحد ما ياخد لون ذهبي، ومن وقت للتاني هنبدأ ان احنا نقلبه عشان ياخد لون كويس جدا. دلوقتي عندي حلة فيها مية بتغلي، هنزل فيها بالمكرونة بتاعتي وهضيف لها ملح وهنسيبها تتسلق بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ان احنا نقلبها لحد ما تتسلق. وعندي العدس عفوا الحمص بتاعي بدأ ان هو يدخل في التسوية بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل الرز بالشعرية. عندي هنا معلقة من السمنة ومعلقة من زيت ال ال- البصل بالشكل ده كده. بعد كده المكرونة بتاعتي لما اتسلقت هننزل عليها بالمادة الدهنية، على المادة الدهنية بالشكل ده كده، واضيف لها ملح وكمون وفلفل اسود. بحب اديلها رشة من الفلفل الاسود، بتديلها طعم حلو جدا بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ان احنا نخلط المكرونة كويس جدا في المادة الدهنية، وخلصنا كده المكرونة. بعد كده عندي الحمص بتاعي لما دخل في التسوية واستوى، ضفتله الملح وكمون ونص ليمونة بالشكل ده كده. وبعد كده نديله تقليبة، وبكده الحمص بتاعنا خلص. بعد كده عندي هنا معلقة من الزيت البصل، زي ما اتفقنا بقى ان هو احنا هنكمل بقية مكونات الكشري. بعد كده نزلت عليه بالعدس اللي احنا سلقناه وغسلناه كويس جدا. بعد كده نزلت عليه في المادة الدهنية وحطيت له ملح وفلفل اسود. بحب اديله رشة من الفلفل الاسود زي المكرونة وكمون بالشكل ده كده. وكده خلصنا العدس. بعد كده هنعمل الرز بالشعرية. عندي هنا معلقة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هنزل عليهم بكوباية كبيرة من الشعرية، وهنبتدي نقلبها كويس جدا في المادة الدهنية لحد ما تاخد لون ذهبي موحد بالشكل ده كده. وكمان نخلي الشعرية بتاعتي باللون ده كده علشان في التسوية، وان هي لما
تغلي كويس جدا مع الرز وتستوي، لون الشعرية بيفتح شوية. بعد كده اضيف له الملح، ونبتدي ان احنا نشوح الرز مع الشعرية كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالمية. بعد كده بقى نسيب الرز بتاعنا يغلي ويتشرب ويستوي. واستوى بقى بالشكل ده كده، مفلفل وحلو جدا. بعد كده عندي هنا معلقة كبيرة من الزيت، تكون معلقة كبيرة كده محترمة حلوة. بعد كده اضيف عليهم معلقتين من الشطة بالشكل ده كده. هنعمل الصلصة الحارة او الشطة الحارة اللي بتبقى دايما مع الكشري. بعد كده هنبتدي ان احنا نشوح الشطة مع المادة الدهنية بالشكل ده كده لحد ما ريحة الشطة تبدأ ان هي تطلع، ونخلي بالنا عشان ما تكون الشطة ريحتها نفاذة قوي. بعد كده بناخد مغرفة من صلصة طماطم او تسبيكة الطماطم بتاعة الكشري، ونقلبها كويس جدا بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وبكده بقى ايه، الصلصة الحارة بتاعتي خلصت. نديلها غلوتين بس ونطفي عليها، وبكده خلصنا. بعد كده عندي في الحلة دي معلقة من الزيت ومعلقة كبيرة من الثوم مفروم ناعم. هنعمل دلوقتي الدقة ديت ممكن ان انت تعمليها على البارد عادي خالص، تحط كل المكونات على بعضها. ممكن ان انت تعمليها على النار بالشكل ده كده، بس انا بفضل ان احنا نعملها على النار بالشكل ده، بتكون حلوة جدا وطعمها حلو. بعد كده شوحت التوم كويس جدا لحد ما خد لون ذهبي وريحته طلعت. بعد كده نزلت عليهم بنص كوباية من الخل، وربع كوباية من عصير الليمون، وكوبايتين من المية. بعد كده ضفت لها نص معلقة من الكمون والكزبرة، وضفت لها ملح وسكر، نص معلقة صغيرة من السكر علشان التوم مع الخل. تمام. بعد كده ضفت انا الشطة، بتكون الدقة بتاعتي فيها سنة بتكون سبايسي شوية. بعد كده بنخلطهم مع بعض بالشكل ده كده، ونديلها غلوتين اتنين بس، وكده الدقة بتاعتي بتكون خلصت. بعد كده بقى عشان نقدم الاطباق، اول حاجة بنحط الرز في الاول بالشكل ده كده، وبعد كده بنحط المكرونة. جربوه ان شاء الله يعجبكم، حلو جدا وسهل وبسيط. وان شاء الله هو في ان احنا بنستخدم حلل كتير ان احنا نعمل كل حاجة لوحدها. الطبق بتاعي بيكون بالشكل ده كده. وبعد كده ان شاء الله نعمل مع بعض فيديو تاني، نعمل الكشري المصري في حلة واحدة ان شاء الله. بعد كده حطينا العدس بقى وحطينا الصلصة، وعندي البصل بتاعي بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ان احنا نوزعه على الكشري بالشكل ده كده. وده العيش اللي احنا حمصناه، حلو جدا وبيكون خفيف. لما بيكون في الفرن بيكون خفيف عن ان احنا نقليه في الزيت بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ان احنا نوزعه على الاحرف الطبق بالشكل ده كده. وده كده الكشري المصري اللي احنا عملناه مع بعض النهاردة بالشكل ده كده، حلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم بالشكل ده كده. بالشكل ده. وعملنا مع بعض الدقة حلوة جدا، اللي بتكون الدقة اللي هي السخنة اللي احنا بنعملها على النار عادي. وده صلصة الصلصة الحارة. كمان الدقة لما بتكون على النار بتكون احلى بكتير من ان هي تكون على البارد. وقدمت معاه بقى مخلل. وده كده كان فيديو النهاردة عملنا فيه الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة. و
ده كده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فلو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، ونتقابل في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة. مع ألف سلامة حبايب قلبي.